السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. فيديو النهاردة فيه افكار كتيرة جدا جدا، افكار كده للتوفير. هديك افكار حلوة جدا جدا توفر عليك الميزانية وتوفر عليك الوقت، وكمان يبقى عندك حاجة كده. يعني ينفع تعمليها للفطار وغدا وعشاء، حاجة كده من حاجات او من الخضار اللي احنا بنجيبه. يعني مثلا ب10 جنيه كده، مثلا لو جبت مثلا نص كيلو من الباذنجان ممكن تفرزيه، تعملي منه فطار وغدا وعشاء يعني طرق كده حلوة جدا. ان شاء الله بإذن الله هتشوفيها معايا الفترات اللي جاية بإذن الله. في فيديو برضو اللي جاي قوي جدا جدا، في أفكار حلوة جدا اقتصادية جدا. هعمل معاكي فطار حلو جدا وغدا حلو جدا. أنا هنا في القناة دي هتبقى كلها كده عبارة عن أفكار هتوفر عليك الميزانية، وتوفر عليك مثلا انت نفسك مثلا تعملي أكلة حلوة جدا ومشبعة لأولادك. مثلا لو عندك 4 أفراد، أو أنا آسفة، 4 أولاد أو يعني لو انتوا مثلا أسرة متكونة مثلا من 4 أفراد أو 5 أفراد أو 6 أو 7 زينا كده، فهديكي مثلا ممكن تعملي بكميات بسيطة من الأكل مثلا. أو مثلا حتى لو بمعلقتين لحمة مفرومة تعملي وجبة كبيرة جدا تكفيكوا كلكم ما شاء الله وتشبعوا كمان. فالقناة دي بإذن الله تبقى كلها عبارة عن حاجات توفير في توفير يعني، وهوفر عليكي حيرة بقى أكل كل يوم، وحيرة تفكري نفسك تعملي في أكلات حلوة، ونفس الوقت تكون سعرها كويس والدنيا ماشية، يعني تبقى ماشية كده بستر ربنا طبعا إن شاء الله بإذن الله. ربنا يستر دايما بيوتكم يا حبايبي، وتبقوا كده ستات شاطرة وموفرة يعني يعني في عز الغلاء والدنيا غالية وكده، بس انتوا برضو قدها وتعرفوا تعملوا أكلات حلوة ولذيذة، ونفس الوقت بتعرفوا توفري. كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم مع بعض أكتر فيه في الفترة اللي جاية. أنا هنا كان عندي كده بدنجان روم بدنجان عروس كده، كان خلاص يعني يدبل مني، فأنا قلت أعمل كده أعمل معاكم أفكار حلوة ولذيذة. عندي كده شوية خيار برضو، كان عندي لميتهم كده جمعتهم مع بعض، عن برضو خيار مخلل طبعا. احنا في فترة الشتاء دي بتبقى عايزة حاجات كده زي مخللات، مثلا ممكن تعمل اي وجبة كده. طبعا تحط جنبها شوية مخلل بيفتح النفس وبيأكل. طبعا انا هنا بقول لكم الصلصة دي ان شاء الله هنعملها الفيديو الجاي بيتي. الزبادي ده هنعمل البديل بتاع او النسخة او الاحلى كمان، انه لو عايزه تتبلي او تعملي تتبيله او تعملي اي حاجه ما تشتريش. مثلا انا علبه الزبادي دي ما شاء الله بصي غاليه قد ايه، ب 13 جنيه ومعلقتين يعني. المهم انا ابدا معاكم هنا. الاول بس كده سلام بالله ونصلي على الرسول ونبدا البدايه على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. اول حاجه اعملها معاكم يا حبايبي هنا تتبيله تمشي معاكم كل حاجه. هقول لك ازاي. انا هنا جبت علبه زبادي ماشي، يعني 170 يعني، اقول كوبايه زبادي كده. حطيت عليها معلقتين مسترد. المسترد دي جايباها سايبه يعني، دول ممكن تجيبهم ب5 جنيه، تروحي عند السرجة تجيب 5 جنيه مستردة و5 جنيه كاتشب. هنا حطيت معلقتين كبار من الكاتشب، واحط معلقتين كبار من الصلصه. هعمل معاكم كميه خطيره وكبيره جدا من التتبيله، تنفع تتبلي بيها فراخ. يعني قطعة من الفراخ، مثلا فرخة كاملة، دبابيس، أجنحة، اي حاجه. التتبيله دي تمشي معاك كل حاجه. ممكن تعملي بيها بانيه، تعملي بيها مثلا انت سلقت فراخ ماشي، وتطلعي كده معلقه منها وتدهني الفراخ دي مثلا وتحطها تحت الشوايه، تطلع معاكي احلى فراخ مشويه. انا هنا يا حبيبه حطيت كده دبس الرمان، حطيت كده معلقه من دبس الرمان ومعلقتين كده صويا صوص. طبعا الحاجات دي يعني ينفع تجيبيها سايبة، بس انا اللي بشتريها في المشتريات كل شهر. يعني مثلا ازازة دبس الرمان والصويا صوص والخل بشتريهم كل شهر مع مشتريات الشهر. طبعا انا لسه ما نزلتش معاكم مشتريات الشهر، ان شاء الله هنزلها معاكم قريب باذن الله. وطبعا مشتريات الشهر هتبقى كده بميزانيات كذا ميزانية ان شاء الله. هنا طبعا حطيت كده معلقتين كبار من الخل، تمام زي ما انتم شايفين هنا. وبعد كده نزلت هنا فلفل اسود، واحط كده بهارات طبعا. لو هتعملي فراخ ولحمه تقسمي بقى الكميه دي، تحطي بهارات فراخ وفراخ او لحمه. البهارات بقى اللي عندك، انا حطيت كركم وكاري زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بس كده حطيت فلفل اسود. طبعا انا حطيت بابريكا هنا. طبعا حطيت مع الخل بعد ما حطيت معلقتين خل كبار، حطيت 3 معالق كبار من من الزيت، تمام.
طبعا هنا حطيت معلقتين كبار من البصل البودر والثوم البودر. انا حاطه البصل البودر والثوم البودر مع بعض برطمان واحد. هنا اجيب طبعا ده الثوم ده انا مفرزاه ما شاء الله، شايفين داخل على شهرين تقريبا مفرزاه زي ما هو، واللي ممكن يقعد معاكي سنه باللون ده. ان شاء الله هنعمل مع بعض ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله باحسن، بص، بانجح طريقه واسهل طريقه ان شاء الله. حطيت هنا معلقتين كبار من الثوم. طبعا هنا بصي يعني هنا حطيت معلقه كده كبيره من الملح المبهر، كنت عامله ملح مبهر كده هوريه لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه برضو. طبعا ما عندكيش ملح مبهر يعني تحط معلقه كبيره من الملح الابيض العادي. بس كده، ونقلب بقى الكلام ده كويس جدا جدا كده بالمضرب. بص المكونات دي يعني هتطلع معاكي، انا والله العظيم انا طبعا صورت الفيديو ده وبعد كده يعني يعني بقى صورته وركنته ولسه منزله معاكم اليوم اللي هينزل فيه، يعني ممكن على يوم الاحد. انا مصوره الفيديو ده تقريبا من شهر تقريبا. فانا طبعا استخدمت التتبيله دي، عملت بيها فراخ مشويه وعملت بيها بانيه. عملت بيها مثلا بسلق فراخ، بروح اعدل وشها كده بيها، بتبقى خطيرة. بس بجد بجد بتحس ان انت مثلا لما تتبلي بيها فراخ بتحس ان انت عاملة فراخ مشوية او شارية من بره. خطيرة بجد، حلوة حلوة فوق ما تتخيل. فانت طبعا لو ست عاملها تروحي عاملاها كده وحطها في الفريزر. مثلا ايه، غسله فراخ وحطها في الفريزر، تروح مطلعه الفرخه تفك وتروحي متبلاها بالتتبيله دي. او مثلا راجعه من الشغل طبعا تغسلي فراخ بس وتروحي واخده معلقتين ثلاثه كده من التتبيله وتتبلي بيها الفراخ، او اي قطعه من الفراخ يعني، بتبقى في حته تانية خالص بصراحه. المهم ضربت طبعا المكونات كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبعد كده روحي ايه فرغاها يعني في علب صغيره كده. كل علبة من دول ممكن تعملك مثلا 3 4 فرخات، فاهمين ازاي؟ ما شاء الله يعني. ومركزة وحلوة جدا والطعم خطير. نيجي بقى نعمل الخيار. طبعا لو الصبح كده وانتوا بتفطروا تقطعي كده كام واحدة خيار، انا هعمله سليم زي ما هو. اقول لك طبعا تعملي بيه ازاي. المهم جبت هنا كمية المية اللي على قد الخيار، مثلا اقول لترين مية عليهم، كل لتر مية عليه كده ايه، كل كوباية مية عليها معلقة من الملح. اللتر مثلا حوالي 4 أكواب من المية. تمام. حطيت هنا ملح. طبعا ملح انا مش هديكي معيار معين، انت تحط ملح وتدوقي تخلي الميه مالحه شويه. هنا حطيت معلقتين كبار من دبس او هريسه الشطه. يعني لو عندك اي نوع شطه فلفل كده تروحي فرمهم يعني. حطيت هنا ورق لورا، وحطيت ثوم، وحطيت هنا نعناع. كان عندي نعناع كده، حطيت ايه معلقه يعني. وحطيت هنا رشه كده من بودرة الزعفران، عشان يديني اللون الأصفر اللي احنا عارفينه يعني. هنا طبعا جبت علبة. كان المفروض مثلا زي ما هو كده الخيار دوبك غسلته غسلة نظيفة، بس ما شلتش الجزء اللي من فوق ولا اللي من تحت، ورصيته كده في المهم. طبعا ينفع تعمل في البرطمان، بس انا كنت عاملة قبل كده في البرطمانات اللي عندي مخلي الليمون ولف بتاع ده ليمون وزيتون، فما كانش عندي، فقلت مش مشكلة. العلبة دي برضه كويسة، مش هتضر في حاجة يعني. جبت العلبة طبعا غسلها كويس جدا. ممكن تلبسيها كيس بقى او تعملي عادي، مفيش مشكلة يعني. تحطي كيس كده تغلفيها بكيس وتحطي الخيار بقى والخلطة اللي احنا عملناها. بس كده رحت حط رصيت الخيار بتاعي بالشكل ده، وحطيت عليه بقى ايه المية بتاعت اللي احنا تبلناه زي ما انتم شايفين. بس كده المية معيار الملح المفروض كل مع كوباية مية معلقة ملح، بس انت لا ما تعمليش كده. انت دوق المية، لو المية حادقة حاجة بسيطة كده خلاص معاك المعيار المية او الملح بتاع المخلل مظبوط معاكي. تمام. بس كده خلصنا تخليل المخلل. طبعا زي ما قلت لك المخلل ده ممكن تعمليه تطلعيه كده جنب اي وجبه، ما شاء الله يفتح النفس كده. حاجه حلوه جدا. مثلا فطار الصبح تجيبي فول وطعميه، طبعا الفول والطعميه تكون عاملاهم في البيت كده، تروحي مطلعه كام خياره كده وتقطعيهم، ما اقولكيش يعني على الجمال. انا هنا طبعا عندي البدنجان ده هعمل بيه 3 وصفات. انا اجيب كده البدنجان نص الكميه كده، يعني هاخد شوية كده اقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن تشيلي بقى الاجزاء يعني، تعملي تقشري كده يعني هتشوفي معايا دلوقتي. بص ممكن تقشريها كده بالجنب، واحدة من هنا واحدة من هنا وتقطعيها يعني. بس انا قلت بقى بحس ان القشرة هي اللي فيها الفايدة كلها يعني. فالمهم انا هقطع طبعا كمية كده مكعبات، والكمية التانية كده ايه شرايح، ورش عليهم ملح كده عشان ما يشربوش من الزيت. طبعا خدت 2 بدنجانة كده حطيتهم رفعتهم على النار اشويهم يعني. جيت هنا بقى ايه، اقلي الباذنجان المقلي، قصدي اقلي الباذنجان المكعبات اللي انتوا شايفينه ده، والباذنجان الشرايح. تمام. هنفرم
وافرزهم مع بعض في الفريزر بدل هيقعدوا عندي في التلاجة وهيبوظوا كده. رحت قلت افرزهم كده عشان في اي وقت كده مثلا في الفطار الصبح مثلا اطلع باذنجانيه كده، يا دوبك تروحي رش عليها مثلا شويه ملح وبتاع، وتروحي متبلاها وفتره بيها مع شويه باذنجان بتاع ده طعميه مثلا. يا بنات بتاع ده تجيبي فول، فاهمه ازاي، بطاطس محمره كده يعني. المهم هنا بعمل ايه، بعمل تتبيله الباذنجان المقلي اللي انا بقليه. جبت كده آه، جبت معلقه من الخل لو حطيت ليمونه وحطيت توم ماشي، وحطيت ملح، الملح المبهر ده، وحطيت هنا معلقه هريسه. الهريسه دي انا مفرزاها دي لها سنه ونص معايا. حامي على بارد يعني، مش مشطشطة جامد. وحطيت هنا كزبرة وفلفل، كزبرة وكمون، وحطيت بابريكا. التتبيلة دي عبارة عن ايه، خل وليمون وملح، وكمان بابريكا وكمون وكزبرة وبس كده زي ما انتوا شايفين كده، وهريسة شطة. تمام. بس قلبتهم كده، وبعد كده خدت جزء كده خليته في بولة لوحده، وجزء تاني برضه يعني قسمتهم على 3 اجزاء. اول جزء كده حطيت عليه زودت شوية خل كده تاني، ورحت عاملة ايه، هاخدهم كده احط عليهم اعملهم حاجة دلوقتي. تمام. والشوية التاني المعلقة اللي انا كنت شايلها قطعت عليها كده ايه فلفل اخضر حامي، قرن فلفل اخضر حامي. المهم نيجي كده ده الباذنجان مشوي. اول ما شويته كده حطيته في كيس على طول، جوه كيس تلاجة يعني، كيس تلاجة كده نضيف. رحت حاطه عليه الباذنجان بتاعنا بالشكل ده عشان يتقشر معايا بسهولة يعني. بس اقشره كده، وبعد ما اقشره اروح حاطاه كده في الطبق ده، واروح هرساه. بعد ما يتهرس تروحي حاطاه في العلبة، وتروحي حاطاه في كيس مثلا كيس تلاجة نضيف، تحطيه في علبة. وخلاص كده تحطيه في الفريزر في اي وقت تروحي اعملي. انا والله يعني انا عملت، كنت أنا عايزة اعمله معاكم الصبح بفطار كده، بس انا إيه يعني عملته بس ما صورتش بصراحه. اقول لك عملت فيه ايه ماشي. المهم هنا طبعا خلاص سبت الباذنجان يبرد شويه، وبعد كده جيت هنا طلعت الباذنجان اللي اتحمر. طبعا انا شغاله هنا وهنا. حمرت كده الباذنجان اللي مقطعه مربعات او مكعبات زي ما انتم شايفين، والجزء التاني اللي انا محمراه شرايح بحمره زي ما انتم شايفين. جبت بقى الباذنجان المشوي هرسته بالشكل ده، وبعد كده اجيب علبه فضي فيه. انا لما جيت استخدمته كفطار يعني، جبت كده بصلايه شوحتها مع نقطه زيت، وحطيت عليها كده معلقه صغيره من الثوم، وبعد كده رحت حطيت عليها قرن فلفل حامي على بارد، وحطيت 3 طماطمات كده مقطعهم مكعبات، وبص سبكه كويس جدا. نزلت كده الباذنجان اللي انتوا شايفين المشوي ده. ده كان احلى طبعا، ممكن تجربيه في الفطار غدا في اي حاجه يعني. جيت هنا طبعا الجزء الاول اللي انا كنت شايلاه في الطبق، حطيت عليه كده الباذنجان اللي انتوا شايفين المكعبات ده ماشي. او مربع اللي انا مقطعه بالشكل ده، تبلت بيه كده الباذنجان. وبعد كده الكميه المعلقه اللي انا كنت مقطعه عليها قرن فلفل حطيتها كده على الوش من فوق. نيجي بقى هنا نعمل الباذنجان اللي انتوا بتشتروه من اغلى مطعم، او بتشتروه كده من المطاعم اللي يبقى لونه حلو وطعمه حلو جدا، ومستغربين لونه. اقول لكم السر دلوقتي. المهم جبت حله كده على النار، حطيت فيها ميه غليت، وبعد ما غليت حطيت الباذنجان بتاعي بالشكل ده، واغطيه كده بصي 5 دقايق بالظبط كده. تروحي مخرجاه. بس انا اسيبه هنا 5 دقايق. بعد كده جبت هنا البتنجان الشرايح هرصه بالشكل ده. طبعا ده ينفع تعملي كده مثلا تجي تعملي شويه مثلا معلقتين كده من اللحمه المفرومه، وتروحي عامله بهم صينيه كده باذنجان باللحمه المفرومه خطير. طبعا المكعبات او اللي انتوا شايفينه المربعات ده، الباذنجان اللي عاملين المربعات ده، تعملي برضو مسقعه، فاهمة ازاي، مع شوية بطاطس كده وفلفل وشوية صلصة، تبقى معاك احلى مسقعة. وتعمليه يعني كفطار برضو، معلقة كده من الملح وتتبليه، وبصي يمشي معاك كل حاجة يعني زي العسل بصراحة. ده طبعا حطاه في الفريزر كده في اي وقت يبقى جاهز يعني. نيجي هنا بقى الباذنجان بعد ما استوى معايا خلاص، بشيل كده يعني ما تقطعش بس كده، لا يا دوبك تشيل كده يبقى ليه بوز كده زي ما هو بوز وقاعد، بس اللي هو كان شيل الجزء اللي من فوق. تمام. زي ما فتحتهوش، عشان لو فتحتيه وبعد كده رحت سلقتيه هيسود منك. فهو مقفول زي ما هو كده، سلقته زي ما انتوا شايفين، وبعد كده قشرته شلت القشره منه. شلت الجزء اللي فوق يعني، وبعد كده رصيته كده في البرطمان. وبعد كده هجيب مثلا كده حوالي نص لتر من الميه. الميه اللي انا غليت فيه غليت فيها
سويت فيها الباذنجان، جبتها وحطيت نقطة كده من اللون الأحمر الغذائي، ماشي، وحطيت الخلطة اللي أنا كنت عاملاها بتاعة الباذنجان التاني اللي أنا عملته قبل ده. بس ده قلبت الحاجات دي كويس جدا مع بعض، بعد كده رحت نازلة عليهم على الباذنجان كده. وكلي أحلى باذنجان يومين تلاتة كده، طلعيه كده مع فطار مع غدا مع عشاء في أي وقت. تجيب كده رغيف وتحط عليه باذنجانات دي مع واحدة طعمية ومع كوباية شاي، أحلى فطار في الدنيا. نيجي هنا بقى نعمل ايه البصل. طبعا إيه ساعات انا بعمل مثلا إيه بيتزا، ماشي، راح عايز احط مثلا بصل كده شرايح، ما فيش احلى من البصل ده اللي انا هعمله معاكم النهارده. إيه سندوتشات برجر مثلا، اي ممكن تحط طبق كده منه إيه جنب فطار، جنب غدا، جنب عشاء، اي حاجه ما شاء الله بيبقى بيتاكل حلو جدا. ده يبقى كده ببصل مخلل حلو جدا جدا وطعمه رهيب. ممكن مثلا تجيب برضو عيش وتحط طعمية فيه وتحط كام شريحة منه، بيوديلك السندوتش في حتة تانية خالص بصراحة. سهل كده ولذيذ جدا بصراحة. المهم بشرت هنا طبعا كده حوالي 4 بصلات بشرتهم بالمبشرة. ما عندكيش المبشرة دي تجيبي سكينة كده وتقطع، يعني تعملي شرايح رفيعة خالص، يعني زي ما انتوا شايفين، زي ما قدامكم واضح يعني. بس كده بشرت كل البصل بالشكل ده. وبعد كده اروح جايبه ايه، جايبه برطمان كده يكون متعقم، يكون ازاز كده معقمه كويس جدا. يعني معقمه ازاي، غسلها كويس جدا وحطيت معلقه خل ورجيته، وبعد كده خلاص كده بقى زي الفل. احط فيه الايه، احط فيه البصل المبشور. بعد كده اروح جايبه معلقه كده من معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الشمر. معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من الشمر، واحطهم كده ايه فوق البصل زي ما انت هتشوفوا معايا. البصل ده خطير مخلل حلو جدا جدا، تاكليه مع اي حاجه تتخيليها. بس كده. هنا بقى احط فلفل اسود حصى زي ما هو، حطيت معلقه كده. احط حوالي معلقه او معلقتين من الشمر. انا من عشاق البصل، بحب البصل بطريقه فظيعه بصراحه، رغم ان انا عندي القولون العصبي بس ما يهمنيش برضه، بحبه يعني. زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده نجيب ايه، نرجه كده عشان يدخله الهواء، يتخلط كده ببعضه لما بالذات لما نحط في الميه. نجيب بقى هنا كوباية مية على كوباية خل، ماشي، هتشوفوا معايا المقادير. كوباية مية على كوباية خل. وبعد كده ايه نحط ملح مثلا معلقتين من الملح، نرفعهم على النار يغلوا، وبعد كده نحطهم فين فوق البصل. بس كده يا حبيبي انتوا هتشوفوا. بصي انا هنا حطيت كوباية خل وكوباية مية. ده طبعا هيبقى مادة حافظة للمخلل البصل، ويبقى مفيش اي ريحة تتخيليها خالص، ريحته وطعمه فظيع. بتحطي بقى في التلاجة ويقعد معاكي شهر كامل. هنا حطيت معلقتين من الملح ومعلقة من السكر. نقلب كويس جدا جدا بالشكل ده، وبعد كده نرفعه على النار يغلي معانا. وطبعا هو بيغلي كده نقلب بقى علشان السكر والملح يدوب معانا. بس كده بعد ما يغلي معانا نروح نجيبه ايه، نضيفه كده على البصل ونقفل البرطمان بتاعنا. بس بصي عايزاك تقفلي البرطمان بعد ما يبرد، يعني انت ايه تحطيه كده على جنب، اول ما يبرد والبخار بتاعه كله يتشال تروحي مغطياه مغطياه بالغطا يعني. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله. اي حاجه بقى كلها مع ما شاء الله شويه بصل زي العسل بصراحه. إيه بص الافكار اللي جايه حلوه جدا جدا جدا، وهنعمل مع بعض حاجات حلوه جدا جدا هتفيدك في الميزانيه، وهتفيدك في يعني هديك افكار كتير، افكار موفره جدا جدا لكل حاجه تخيلها بامر الله. يعني ونقول لك طبعا على مشروع حلو جدا جدا تعمليه وانت قاعده في البيت كده، تكسبي منه دهب باذن الله. هنا طبعا كان عندي شويه فينو ده محروق، بس مش مشكله، كده كده ايه احنا يعني هيتنخل كل ده هيتشال. كان عندي شويه فينو كده. طبعا احنا في ايام مدارس وبيبقى عندنا فينو، فالفينو كان هيبوظ منه، قلت لا، رحت حمصته كده. بعد ما حمصته رحت ايه هفرمه. هعمله بقسماط للبنات. تمام. طبعا انا دي يعني سنين ما بجيبش بصراحه البقسماط الناعم اللي هو جاهز في السوبر ماركت خالص بتاع البانيه ده، علشان بيبقى ريحته مش حلوه خالص، تحس ان هو ديله سنين يعني. وبيبقى مصوف يعني مصوص فيه صوص كتير جدا، كذا مره اجيبه والاقي فيه صوص يعني. فالمهم قلت من ساعتها بقى ايه بطلت ان انا اشتري من بره، فبعمله في البيت بالشكل ده. مثلا عندي فينو، عندي عيش، اي حاجه، المهم ايه انا عامله كويس جدا. انا بصراحه لما ما كنتش عندي فينو بشتري بقسماط من الفرن،
اروح بقى ايه فرماه وعاملاه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها معايا. المهم انا هنا فرمت طبعا كل الكميه، وبعد ما فرمته كنت بنخله. انا هنا عندي إيه سمسم، حطيت كده معلقتين من السمسم، وعندي كده كوبايه من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده، واحط معلقتين تلاتة كده من النشا. احلى بقسماط ممكن تغلفي بيه البانيه، كفتة اللحمة، كفتة الفراخ، اي حاجة تتخيليها. طبعا الافكار دي كلها هنعملها ان شاء الله مع بعض الفترة اللي جاية. انا هنا حطيت كده يا بنات يعني ايه معلقة كبيرة من الملح المبحر، ورشة كده من الفلفل الاسود. بنقلب بقى الكلام ده كويس جدا جدا مع بعض، بعد كده احطه كده في علبة. وخلاص يبقى معاكي كده ايه بقسماط جاهز. ضامنة ان هو ما شاء الله ريحته حلوة جدا، وطعمه في نفس الوقت برضه كويس جدا. بفينو كنت ترميه في البيت. تمام. ده كان فيديو النهارده فيه افكار كده. مثلا لو عندك كميه بدنجان هيبوظ منك، كميه بصل، مثلا خيار، بدنجان، عروس زي ما انت شايفه. التتبيله دي رهيبه بتاعه المشاوي، اي نوع من مشويات تشويها خطيره بجد. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبك. لو عجبك ما تنسيش اختك في اللايك والاشتراك والكومنت الحلو اللي هيفرحني طبعا منك. ان شاء الله ننتظر من الفيديوهات اللي جايه حلوه جدا، في افكار كتيره جدا جدا. انتظرونا ان شاء الله، ونتقابل فيديو جديد، ومع السلامه.